منذ استلام مقاليد السلطة التنفيذية، حكومة الخدمات واجهت الكثير من العراقيل التي زرع بها طريقها أثناء المسير نحو تحقيق مطالب المواطنين. فما إن انتهت حقبة تصريف الأعمال حتى بانت وراءها مخلفات متراكمة طوال سنين حكمها على هذا البلد بنهب أمواله وسوء الإدارة في تلك الحقبة، بحسب ما تابعه المراقبون للواقع السياسي. هناك مشاكل كثيرة وتراكمات من الأزمات على طول الحقب السابقة من رئاسات الوزراء، واليوم أنه رئيس الوزراء والحكومة المقبلة تواجه تحديات. من ضمن هذه التحديات ملفات الفساد الكبيرة، وخصوصا في الفترة الأخيرة حقبة الكاظمي كانت حقبة سيئة فيها فساد كثير على الجانب السياسي والاقتصادي، وحتى الجانب الأمني كان هناك إخفاق. لذلك ينبغي على الحكومة الجديدة أن تضع لمثل هذه المشاكل حلول ناجعة من أجل الخروج من هذه الأزمة. المتابعون وفي قراءتهم لمجريات أحداث تتابع الحكومات صرحوا بأن حكومة الخدمات منذ الوهلة الأولى لاستلامها زمام الأمور حتى ظهرت عليها القدرة بالتحكم وإدارة المؤسسات الحكومية، لكنها تواجه تحديات كبيرة منذ زمن الحكومة السابقة من شأنها أن تؤثر على أداء هذه الحكومة الجديدة، الحاجة إلى أموال تلبي تلك المتطلبات وعمل دؤوب يتكفل بهذه المهام. هنالك الكثير من الأزمات خلفتها الحكومات السابقة والحكومة تصرف الأعمال، ولا يعتقد أنه مهمة محمد الشيع سوف تكون سهلة، خصوصا أنه هنالك قطاعات تحتاج إلى الكثير من العمل والمال، وهو قطعا المال غير متوفر، يعني يغطي كل الاحتياجات التي تحتاجها هذه المؤسسات. تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى دعم كبير وصبر حقيقة، وإعادة نظر في كل الخطط والمشاريع التي تم تعطيلها من خلال الهدر المالي العام. فحكومة الخدمات أمام اختبار كبير وتحت مجهر ترقب أنظار المواطنين، فإما النجاح مع توفر الفرص المؤاتية لذلك، وإما الإخفاق بأرضية عملية سياسية رخوة يصعب تجاوزها إلا بخطوات مدروسة وجهد كبير. طريق وعر أمام حكومة الخدمة الوطنية بعد تراكم الأزمات وكثرة المعوقات، لكن للمراقبين آراء تمحورت حول إمكانية هذه الحكومة بتجاوز المعرقلات. نهى الشمري، الأيام الفضائية.